ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله خامس يوم رمضان. كل سنه وانتم طيبين وبخير دايما يا رب. ولادي بقى كانوا يعني زهقوا من الاكل وكده، عايزين من الطبيخ والكلام دوت، عايزين ياكلوا اي حاجه خفيفه. قلت لهم ايه، هنعمل لكم بيتزا كده ونشوفها مع بعض. هي بطريقه سهله ان شاء الله وحاجه بسيطه يعني مش مكلفه خالص. نشوفها مع بعض كده. مستخيرين على الله متوكلين عليه. نشوف بقى نعمل ايه. معاكم اهوت الدقيق، نص كيلو دقيق. معاكي اهوت الخميره ورشه سكر. معاكي ملح. معاكي ايه اقل من نص كوبايه زيت. معاكي لبن بودره والماء الدافيه بتاعنا. تمام. هننزل بقى بالمكونات بتاعنا اهي تتجف على بعضها يا حبايب قلبي. تمام كده. واللبن البودره اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. وهننزل يا جماعه بشويه الزيت، مش كله بس، هنقلبهم دول مع بعض الاول كده. مكونات الجافه كلها مع بعضها نقلبها. تمام. وبعد كده هننزل بشويه زيت، مش كل الزيت زي ما قلت لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهننزل يا حبايب قلبي بالميه الدافيه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنقلبهم كده مع بعض. تمام. زي ما انتم شايفين اهيت. هنحط شويه الزيت بتوعنا اللي قلنا عليهم اهمت. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما خمرت العجينه بتاعنا اهي يا حبايب قلبي، هنشتغل فيها بقى دلوقتي في الصينيه. وعندكم اهوت الزيت بتاعنا هندهنه في الصينيه كده. هنبتدي يا جماعه ان احنا اهوت نفردها. وزي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي فردناها اهوت. وهناخد معاكي جبنه كريمه اهيت عليها فلفل اخضر. هنعمل بس في الاطراف كده عشان احنا عايزينها نتني الطرف بتاعها. تمام. زي ما انتم شايفين اهوت لفيناها كده الطرف بتاعها. وبعد كده هبتدي ان انا اتنيها. وهنحط الصلصه بتاعنا اهي يا حبايبي، بس بعد ما تنيناها زي ما انتم شايفين كده الطرف بتاعتها كلها، نبتدي ان احنا نحط الصلصه بتاعتنا كده اهوت. عملنا الصوص بتاعها كده اهوت. هنبتدي ان احنا نحط اللحمه المفرومه بتاعتنا. بصوا يا حبايبي انا هعملها نصين، نص لحمه مفرومه والنص التاني بانيه. تمام. زي ما انتم شايفين كده اهوت النص بتاع لحمه مفرومه وعندكم البانيه. اللي حابب ياكل من ده ياكل، اللي حابب ياكل من ده ياكل. تمام. هننزل اهوت بقى بالرشه الجبنه اهوت. وهننزل بالزيتون بتاعنا اهو يا حبايب قلبي برضه اهو. تمام كده. وهننزل بقى بالجبنه الموتزاريلا بتاعنا. الجبنه الموتزاريلا بتاعنا اهيت. وعشان تبقى معاكم تشد وتبقى كويسه يا حبايب قلبي، بتحطي عليها معلقتين دقيق عشان تديكي الشده بتاعتها وتبقى سايحه معاكي. شوفوا الجمال يا حبايبي. هندخلها الفرن واوريها لكم. كده وده الشكل بتاعي يا حبايب قلبي بعد ما خلصنا البيتزا طلعت من الفرن. ايه رايكم في الجمال؟ لو عجبتكم الفكره بتاعتي او اللي انا عملته يا ريت تقولوا لي رايكم. تمام. ومستنيه تعليقاتكم الحلوه والكلام الحلو اللي ان شاء الله تقولوه لي. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك. وكل سنه وانتم طيبين.